الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تحيه الى اخي وصديقي سعيد مدير المتحف على هذه الدعوه الكريمه اللي اثلجت صدورنا حقا باش نشاركوا اخواننا من الامن الوطني. تحيه لهم من كل المؤسسه العسكريه والامنيه الجزائريه التي تبذل مجهودات كبيره من اجل حمايه هذا الوطن من الداخل ومن الخارج، فتحيه لكم جميعا. أعطيني تحية لكم. قصيدتي ليست ككل القصائد، في الشعر خيال، وقصيدتي خالية من خيال الشاعر، كلها وقائع جرت أحداثها في ولايتنا الحبيبة، في أحد المداشر النائية من هذه الولاية العريقة التي تمد بجذورها في أعماق التاريخ. قصيدتي هي قصيدة الشهيدة قاسم بوريدة. يا الفاهم اقرأ وافهم، يا الفاهم اقرأ وافهم، وادخل في التاريخ وتعلم، تلقى حكاية طويلة طويلة، تلقى قصة مسطرة بالدم، قصة حرة من الأحرار اللي ضحاوا عن الجزائر من تجنانت في ميلة في عرش ولاد بالقاسم. هذه القصة اللي صارت الفم، قصة امرأة تبكي الحجر في حشاها جنين وتسع شهور، في ليلة بآلف ليلة تقضى أمر الله وتم. هذه قصة من الواقع جات، وعلى حرف الميم تبنات بالبوسليك وسيلة والعود بالمقام يقسم. يا الفاهم يا الفاهم قصة بوريدة قاسم. في العام 32 سجل بالك لا تنسى، زادت الكاملة بالسين وريدة للات النساء. من بعد المدة من السنين كبرت ولات عروسة، وعريسها عمر الحسين طاير ضد فرنسا. رزقهم ربي بالفضل زوج بنات مع طفل، وريدة كانت بالحمل وجنينها من الموت ما سلم. يا الفهم راح زمان وجا زمان، وريدة فهمت واش كان عمر دركي في لفلان. قالت له ليكم ننضم، قال لها اهلا والسهال، بقدوا مكياج والهلال، ماشي حكر على الرجال، الثوره ضد اللي ظلم. وكمل في كلام عمر، يا وريدة راح نعطيك سر، المخبأ في دار ما يحفر، للخاوه يتخبى وتم. قالت له سرك في بير، واش بغيت دير تولد الدار تاني كبير، نعطيك العهد والقسم. وبدات وريدة يا حباب، بدات وريدة يا حباب صغيره وفي عز الشباب، تحفل وتخرج في التراب حتى اليوم المشروع تم. كانت تحملها ثقيل، تخدم النهار مع الليل عليله، وجسمها هزيل وقلبها بركان بلا حمم. تخدم الليل مع النهار وتربي فيه 3 صغار، وهي قايمه على الثوار وتقوت فيه 20 فم. كانت وريدة مع عمر مجاهده وحافظه السر، رغم اللي عايشين في الفقر شيمتهم الجود والكرم. كانت كبيره وبنت كبار، كانت كبيره وبنت كبار، ومعروفه بالقلب الصبار، وكانت ترمد الاستعمار، وقالت لازم ينهزم، وقالت لازم ينهزم. وفي مايو 59 قبل العشاء في شهر الليل وناس الدوار هاني جات فرنسا تنتقم. ذاك اليوم الكرزمه فرات، كانت البيعه مشات، تحزمت العدو وجات وريدة لا درى ولا علم. في ليله ضوها القمر، وريدة فارحه مع عمر، حاصر الدار جيش الغدر وقلوبهم مليانين سم. ليله في نص الشهر قالت وريدة يا عمر، بيتنا بالمراد محاصر، في ريحتهم راني نشم. قالوا لاصحابهم بالك لا تخرج تلقى الهلاك، تخبي ليك فيها السلاك، واحنا على امرك نتكتم. هذه البيعه اللي جات ليك مع وريدة باش تصفيك، واحنا اللي برواحنا نهديك وتمنع عنك يلزم. وقال عمر هذا محال، قال عمر هذا محال، الموت الحامية للرجال، إذا متنا في كل حال نموت رافعين الهمم. وبكل إيمان وبدون خوف خرج عمر وراح يشوف ريحة الجنة منه. سمعت رصاصة تكلم، جات وريدة تسعى خبر، فروا لها رشاش في الظهر وطاح ثم حدا عمر جدة كثيرة الدم. كانوا 3 ماشي 2، هم عام ذاك الجنين. مساكن اليوم عايشين معانا في لون العلم، ناضوا ذلك في الصباح شبعوا بكا شبعوا واحد، بيت مغلوقه بالمفتاح نادى ولا من يتكلم. قعدوا يطلعوا النهار وسمعوا الناس الدوار، جو يجيو كامل للدار حتى واحد ما فهم هذا الشيء كامل يا عباد. ورجعوا غدوه جيش المراد، خلاهم لا زاد لا زواد، وفارح بالشيء اللي غنم. ومن ذاك اليوم قعدوا الولاد يتامى لا اب لا ام. يا الفاهم يا الفاهم قصه وريدة قاسم، حمله وزور عقيله.